الحمد لله. الحمد لله العليم الخبير المنزه عن الغفلة والنسيان، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه مما أسررنا أو أعلنا ومما تعمدنا أو أخطأنا، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، أعلم الناس به وأتقاهم وأخشاهم له، صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين ما دامت السماوات والأرض، وعلى آله الطيبين الأطهار وصحابته الميامين الأخيار ومن تبعهم وسلك نهجهم القويم إلى يوم الدين في دار القرار. أما بعد، فيا معشر الصالحين، إن من أهداف خطة تسديد التبليغ نصح الناس بما جاء في الكتاب والسنة، ومعالجة القلوب وتغذيتها بقوت الإيمان، وحثها على المدارسة على صالح الأعمال في كل الأحيان، وعلى رأس هذه الأعمال أداء العبادات بثمراتها النافعة للعبد في نفسه والمتعدية إلى محيطه، لأنه قد تعرض للعبد عوائق تحول بينه وبين ما وقر في قلبه وبين أفعاله الصادرة عن جوارحه، ومنها مرض الغفلة عن الله سبحانه وتعالى وعن شكر نعمه التي يتقلب فيها الإنسان بلا انقطاع، غفلة تنسي العبد حقيقة وجوده وعبوديته لله سبحانه، وإعمال الحياة بالعمل الصالح والنفع العميم إزاء النفس والغير. عباد الله، إن آفة غفلة القلوب لها آثار خطيرة على الفرد والجماعة، وعلى رأس هذه الآثار: أولا، الاتصاف بالكبر وظلم الناس، فالغافل يبطر الحق ويغمط الناس، لما روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق واحتقار الناس. ثانيا، الانسياق مع الهوى ووساوس الشيطان، فعند الغفلة يكون الإنسان متبعا لهواه مستسلما لوساوس الشيطان التي تسوقه إلى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وبالناس، وشغل نفسه بما لا يعنيها، بينما النجاة في أن يهتم كل شخص بعيوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم. ثالثا، الشقاء والتعاسة بسبب الغفلة والإعراض عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكره، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والمراد بالنسيان في الآية الغفلة والإعراض عن الله تعالى وعن ذكره وشكره، وليس المراد النسيان المرفوع إثمه عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، قسوة القلب وجحوده للنعم واستصغاره لكل نعمة موهوبة واستعظامه لكل نعمة مفقودة. استصغاره لكل نعمة موهوبة واستعظامه لكل نعمة مفقودة مما يجعل المرء يلهث وراء الشره والطمع، مسكونا بالهلع والفزع، ساخطا عن ربه جل ذكره. عباد الله، هذه بعض آثار الغفلة السلبية على الفرد والجماعة، يجدر بالعاقل أن يفهمها ويستحضرها حتى يتجنب الوقوع في حبالها، مستمسكا في مسيرة الحياة بذكر الله، امتثالا لقوله عز من قائل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نفعني الله وإياكم بكتابه المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه الأليم، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. والصلاة والسلام على نبي الرحمة ورسول الهدى والنور، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد ذكرنا بعض الآثار السلبية للغفلة على الإنسان، وهذه بعض أسبابها. وهذه بعض أسباب الغفلة. أولا، الجهل بحقه سبحانه، الجهل بحقه سبحانه وتعالى، فأكبر سبب للغفلة هو الجهل بالله، وأكثر الناس غفلة أبعدهم عن معرفة مولاه سبحانه. ولذلك لا ترتكب معصية إلا بسبب الغفلة عن الله سبحانه، ولا يتصور في الذاكر اليقظ أن يعصي مولاه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والمراد بنفي الإيمان نفي كماله، أي لا يكون كامل الإيمان في حال تلبسه بالمعصية. ثانيا، حب الدنيا والانشغال بها حب الدنيا والانشغال بها عن غاية الخلق وعلة الوجود فيها. ثالثا، ارتكاب المعاصي ومصاحبة أهلها، فالمعصية ظلمة على القلب، مورثة للغفلة عن الله سبحانه وعن ذكره وشكره، كما قال عز من قائل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رابعا، الإعجاب بالنفس وازدراء الآخرين، والتسويف وطول الأمل، وغيرها من الأسباب التي تسود القلب، عاذنا الله منها بمنه وكرمه وجميل عفوه وستره. أما طرق علاجها فنختصر أهمها فيما يلي. أولا، ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال عز من قائل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فذكر الله تعالى نور، والغفلة ظلمة، ولا يجتمعان في قلب مؤمن. وذكر الله يكون بالقلب، وهو الأصل الذي يحرك باقي الجوارح، ويكون باللسان تحدثا بالنعمة وشكرا.
تحدثا بالنعمة وشكرا للمنعم، وبالجوارح عملا وإحسانا، مع اعتقاد أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية سبحانه. قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ما مضى، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ثانيا، معرفة النفس ما لها وما عليها، ومعرفة النفس لا تتم إلا بمعرفة خالقها والغاية من خلقها، وهذا ما يبعثها على السعي في تحصيل رضا مولاها جل شأنه سبحانه. ثالثا، الاستعداد ليوم الرحيل وقصر الأمل، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وكل فعل مبرور وقول حسن وخلق جميل يطرد الغفلة عن القلوب، ويحليها بنور معرفة علام الغيوب سبحانه عز وجل. هذا وأكثروا من الصلاة والسلام على ملاذ الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحب أجمعين والتابعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم من قلدته أمور عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك، عبدك الخاضع لعزك وجلالك وسلطانك، مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصرا عزيزا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين. واحفظه اللهم في حله وترحاله، موفور الصحة في تمام العافية، وأقر عين جلالته بولي عهده مولاي الحسن، وبسنوه مولاي رشيد، وبسائر أفراده الأسرة العلوية الشريفة، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ارحم اللهم الملكين الجليلين المجاهدين الراحلين، مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما، بوئهما مقعد صدق عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا ولأجدادنا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له الفضل علينا ولمن أوصانا بالدعاء وأكد علينا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين من المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وانصر اللهم كل ضعيف مسلم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك
وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم هذه أيدينا مرفوعة إليك فلا تردها خائبة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تردنا عن بابك مطرودين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، واسقنا غيثا هنيئا مريئا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا ببركة القرآن، اللهم ارحمنا ببركة القرآن، اللهم ارحمنا بمحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.